بالرغم من ان مصطفى شلبي النهارده كان من نجوم ماتش الزمالك وهو اللي جاب الجون اللي الزمالك سطر بيه نفسه اصلا في الماتش كله وطلع 1-1، الا ان الزمالك قرر يفسخ عقد مصطفى شلبي عشان اتعادل مع بيراميدز ونهى على احلام بيراميدز في ان هو ينافس في الدوري مع الاهلي مره اخرى. ماتشين اجمل ما فيهم ان الاهلي رجع تاني لصداره الدوري، واقذر ما فيهم الشعار اللي انت شايفه على ظهر تيشيرتات الزمالك دي، كوكا كولا. احنا فاهمين غلط، دي كوكا كولا المصريه، دي مش مقاطعه يا جدعان. الاهلي بيفوز على المصري بنتيجه 1-0، الزمالك بيتعادل مع بيراميدز، والاهلي دلوقتي بيوسع الفرق بينه وبين بيراميدز ل9 نقط. اذا الدوري اهلاوي رسميا. بس انت عارف اللي زعلني ايه؟ ان الزمالك كسب بالتحكيم، ضربه جزاء وهدف صحيح ملغي على مرأى ومسمع محمد عادل ما بيحسبهمش نهائي. الفجر في اسبوع عمل حاجتين. اول حاجه ان هو كان بيطلع يكلمنا على ضربات الجزاء اللي ما اتحسبتش لبيراميدز وضربه الجزاء بتاع حسين الشحات، والنهارده ضربه جزاء وهدف صحيح ملغي لبيراميدز في ماتش واحد وما بيتحسبوش ومش هيطلع يتكلم عليهم. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ان هو النهارده بيتعاقد مع شركه كوكاكولا 3 سنين، وكان طالع بيتهمني ان انا لما اتعاقدت معاه قبل الاحداث بيقول عليا ان انا نادي مجوس وهو بيدعم اللي ما يتسمى. ده غير كمان ان هو حاطط الشعار بتاعهم على التيشيرت بالبنط العريض. انا على الاقل متعاقد معاهم قبل الاحداث وما رضيتش احط الشعار بتاعهم على التيشيرت بتاعي. وسام ابو علي تقريبا كده، وسام ابو علي لو بيلعب من اول الدوري كان دخل نادي ال100 في الدوري المصري. ده مشغل وضع الطيران من اول ما جه يا جدعان وقاد هجوم النادي الاهلي. احسن حاجه مفرحاني في ماتش الزمالك وبيراميدز ان الماتش خلص تعادل، لان انا ما كنتش حابب ان اي فريق فيهم يكسب على حساب الثاني. انا لا بحب الزمالك يكسب ولا بحب بيراميدز يكسب، فانا مرضي بالتعادل. خير وبركه، وزود لي الفرق نقطتين بقت 9 نقط. بس انا عايز اوجه حاجه لجماهير نادي الزمالك، انت كسبت النهارده بخدمه من النادي الاهلي، ودي مش جدعانه منك، لان النادي الاهلي اصلا جايب لك بيراميدز مخلص، ده كسبه ماتشين في 10 ايام وماحي وبره، فجايبه لك مخلص مش قادر يقف على رجله اصلا. البطوله الاولى الزمالك خدم الاهلي النهارده بان هو يتعادل مع بيراميدز علشان يوسع الفارق لنقطتين. البطوله الثانيه بقى للاتحاد المصري، الاتحاد المصري عين محمد عادل حكم لماتش الزمالك وبيراميدز عشان هو بيحتوي الزمالك، فكان عايز يكسب الزمالك علشان لما الزمالك يكسب بيراميدز هتبقى مصلحه للاهلي، والاهلي ساعتها هيحسم الدوري. ما جماهير الزمالك هتطلع تقول لك نفس الكلام، اما تيجي تكلمه في ضربتين الجزاء هتقول لك ما هو محمد عادل قاصد يحتوي الزمالك في الماتش ده بس مصلحه للاهلي، عشان لما الزمالك هيكسب بيراميدز انت هتاخد الدوري رسمي. انا مستني بشغف بعد الماتشين بتوع النهارده دول الجماهير اللي هتطلع تبرر موقفهم من كوكاكولا، والجماهير اللي هتطلع تبرر ضربه جزاء وهدف صحيح ملغي البيراميدز اللي ما اتحسبوش النهارده وخلت الزمالك يتعادل مع الرأفة. هيقول لك ان كل اللي حصل ده والتحكيم كان واقف في صف النهارده مصلحه للاهلي مش مصلحه ليه.